بيبدأ الفيلم برامبو بيكون رايح مدينة صغيرة في العاصمة واشنطن عشان يدور على بيت صاحبه. مفيش حد قدامه ويسأله على البيت إلا واحدة وبتكون قلبة وشها، وبيسألها على بيت صاحبه اللي كان معاه في الجيش الأمريكي، فبتقول له صاحبك اللي بتسأل عليه ده مات من زمان بسرطان. مهم إن هو اتصدم من الخبر وكان زعلان جدا. بعدين لما انقهر رامبو طلع في الشارع عشان يتمشى. نفس الوقت يطلع ضابط اسمه تيسلي ومعروف عنه ان هو غبي جدا، يركب عربية الشرطة وهو ماشي في الطريق بيشوف رامبو وبيقول له انت رايح فين؟ تعال اركب معايا انا هوصلك. وبعد ما ركب معاه العربية بيقول له انت رايح فين؟ قال له انا رايح بورتلاند. فالمهم رد عليه وقال له انت رايح هناك بقى عشان تعمل مشاكل، اطلع منها احسن. بعدين وصلوا على اول الطريق بتاع بورتلاند وبيشوفوا في المرايه لقاه رجع المدينه تاني. الظابط رجع عشان يشوف الهويه بتاعته وعايز يفتشه، رامبو رفض، لكن فتشه وطلع منه سكينه وقال له هي بتعمل ايه معاك؟ قال له انا بستخدمها في الصيد. وبياخدوا المركز الشرطه اللي في المدينه ويقول للظابط جالت احنا لازم نسجنه لان معاه سكينه وممكن يعمل لنا مشاكل. جالت بص عليه وبيقول له انت اسمك ايه؟ المهم ان هو افتكر الحرب ايام فيتنام ومردش عليه. واحد من الشرطه حاول ياخد منه السلسله لكن بيرفض، لكن جالت عصب عليه وقال له انا ممكن اموتك هنا واخدها منك بالعافيه. وخدوها منه وحاولوا يخليه يبصم على ورقه لكن بيرفض. تسلي شتمه وقال له انت هتتعاقب 90 يوم وهتدفع غرامة. بعدين بيسجنوه بيفضلوا يعذبوا فيه. بيجي وقت الحلاقة وبيشوف الموس بيفتكر ايام الحرب وبيعصب جدا، بتجيله حالة عصبية وبيفضل يضرب فيهم واحد واحد وبيضرب جالت في الحيط، وبيكون مقهور من جالت وبيمسكه يضرب فيه برجله في بطنه. وبيجي ظابط عشان يضربه فبيضرب فيه وبيوقعه من الشباك وخرب الدنيا. بياخد السكينة بتاعته وهرب من المركز بتاع الشرطة وبياخد موتوسيكل من الشارع وهرب منه. وتسلي ركب العربية بتاعته وجري وراه عشان يعتقله، لكن رامبو بينط من فوق سكة الحديد ويخش في الغابة. بيكمل وراه لحد ما تيجي شجرة قدامه وما يعرفش يعدي منها، وبيتصل بفريق الدعم عشان محتاج مساعدة. ورامبو يمشي من طريق تاني ويجري وراه لحد ما يتقلب هو والعربية بتاعته. ورامبو بيقع من على الموتوسيكل وبيكمل الطريق للغابة جري. وبيوصل رامبو للغابة في مكان قديم ويلاقي عربيات قديمة وكمان خرد، وبيجيب حتة قماش قديمة وبيلبسها. وبتيجي الشرطة وهنا تسلي بيقول لهم انا عاوز الكلاب عشان ندور عليه. يطلبوا كمان هليكوبتر ورامبو بيكمل جري لحد ما بيتسلق على الجبل. الشرطة بتجري وراه ومعاهم الكلاب وبيسمع صوتهم ومش بيلاقي طريق قدامه غير النهر، وبيقرر ينزل عشان يشرب. فرحته مش بتكمل ويجي جالت بالهليكوبتر وبيتحاصر من كل مكان. جالت قرب عليه وبيرمي عليه رصاص، ولكن السواق قال له احنا مش عايزين نموته، احنا عاوزين نعتقله. قال له خليك في حالك بدل ما موتك انت وهو، وفضل يرمي عليه رصاص. تسلي بيفضل يتكلم مع جالت ولكن مش بيرد عليه، ورامبو بيرمي نفسه على شجرة عشان مفيش حل تاني. بينزل على جذع الشجرة وبيتصاب إصابة خطيرة، وبيشوفه جالت وبيقرب منه ويرمي عليه. بيستخبى ورا شجرة وياخد حجرة ويرميها على الإزاز بتاع الطيارة، والسواق بيفقد السيطرة وجالت بيفقد توازنه وبينزل من فوق على الارض بيتكسر. ورامبو بيروح له فبيقول له انا قلت لك بلاش انا. بياخد منه القناصه بتاعته ويطلع يجري، والشرطه بتشوف جالت بتلاقيه سايح في دمه وبيعيطوا عليه. ورامبو بيخيط الجروح بتاعته بالخيط والابره اللي في ايد السكين. يطلع للشرطه قال لهم انا ماليش دعوه بموت جالت، ده هو اللي وقع من فوق الطياره ومات. قالوا له ارفع ايدك وسلم نفسك، ولما رفع ايده رمى عليه رصاص ولكن قدر يهرب منهم. وبعد ما هرب تسلي بيكلم الفريق عشان يبعتوله طيارة تاني. الظابط قال له مش هنقدر نبعت طيارة تاني عشان في عاصفة هتيجي، وهو عارف ان رامبو مش سهل، مش اي حد يلعب معاه. الظباط قالوا له ليه ما تخليش شرطة الولاية هي تتصرف معاه، وراح له مسكه بإهانة وقال له انا صاحبي مات بسببه ولازم انتقم منه. يروحوا يدوروا عليه في الغابة وبتيجي عاصفة قوية، ولما بيحسوا بيه بيخلوا الكلاب تهجم عليه. ينصدموا لما بيلاقوه بيضرب عليهم بالقناصة بتاعت جالت. ضرب واحد منهم وهم نزلوا عليه بالرصاص، ولكن اتفاجئوا ان هو كان بيخدعهم
وكان حاطط خيال مات، وضرب كلب من الكلاب بتاعتهم ومشي وراه، وكل واحد يروح في حتة عشان يحاصروه من كل مكان. فجأة رامبو بيطلع من ورا شجرة ويمسك ظابط منهم ويضربه بالسكينة في رجله، ويسمعوا صوت الظابط وبيطلعوا يجروا عليه، وبيهجم تاني على واحد منهم وبيضربه كده على الخفيف ويطلع يجري ويعمل لهم فخ ويضرب واحد ورا التاني. وبيجي تسلي يشوف في ايه، يطلع له رامبو ويحط السكين على رقبته ويقول له انا اقدر اقتلكم كلكم، وراسك الكبيره دي انا ممكن اطيرها دلوقتي، وانصحكم كلكم انكم ما تحاربونيش لان محدش يقدر عليا. ويسيبه ويروح، وتسلي بيفضل خايف جدا. بيوصل فريق الدعم والاسعاف وبينقذوهم، وبياخدوا جثه جالت، والقنوات بتوصل المكان عشان تصور اللي حصل. قالوا ان رامبو قتل الضابط وكمان قتل بقيه الضباط. وبيوصل العقيد تراوتمان القائد والمدرب بتاع رامبو، قال لتسلي ان الجيش جابني هنا عشان اخد رامبو. تسلي قال له لا انا عاوزه عشان اعتقل. قال له انا ما جيتش عشان انقذ رامبو منكم، لا انا جيت عشان انقذكم انتوا من رامبو. قال له احمد ربنا ان هو سابك تعيش، لانك جاي تحارب واحد خبير في الاسلحه وكمان خبير في القتال وممكن يخلص على جيش كامل. وتسلي خاف ووافق ان نوترومان يساعدهم. نفس الوقت رامبو راح يصطاد ولع نار وفضل يتواصل معاهم باللاسلكي اللي خدوا منهم في الغابة، وقالوا له سلم نفسك وهتتحاكم محاكمة عادلة. ويتكلم معاه تراوتمان ويفضل ينده عليه وعلى اسماء اصحابه اللي كانوا في الحرب. ورد عليه رامبو وقال له اصحابه كلهم ماتوا وما فاضلش بس الا انا. تراوتمان قال له سلم نفسك وانا اكيد هساعدك، ولكن بيرفض رامبو. وتراوتمان بيفكروا بالذكريات بتاعة الحرب وبيقول له خلاص ما تعملش مشاكل اكتر من كده. قال له هما اللي بدأوا بالمشاكل وكل ده بسبب تسلي، وبينهي المكالمة. تسلي قال له احنا ممكن نحدد مكانه من خلال المكالمة والصبح نروح له. وتاني يوم بيروح عدد من الجنود عشان يجيبوه، لكن رامبو كان عارف ايه اللي بيحصل وغير الطريق بتاعه. كان طالع من الغابة لقى ولد قدامه معاه سلاح، يهجم عليه رامبو ويوقعه على الارض وياخد السلاح بتاعه ويجري. الولد راح لاصحابه وقال لهم انا شفت الشخص اللي الشرطة بتدور عليه، ويضربوا خرطوش في الجو والجنود تسمع الصوت ويعرفوا مكانه ويجروا ورا رامبو لحد ما يلاقي مكان مهجور زي منجم ويضربوا عليه نار. بيواجههم ويضرب عليهم كام رصاصة وينيمهم على الارض، ولكن في واحد منهم يطلع قذيفة وينشل على الباب بتاع المنجم ويدمره. بيحتفلوا ان هم موتوه وبيصوروا صورة للذكرى. وتسلي بيجي يعصب عليهم عشان كان عاوزه حي. قالوا له ده رمى علينا رصاص هنعمل له ايه؟ وانتوا بقى مفكرين ان رامبو مات؟ لا ده ما ماتش، ده رامبو بطل خارق. ده جري دخل جوه قبل ما يضربوا عليه وبيشعل نار عشان يشوف طريقه. وتسلي كان فرحان وقال لتراوتمان احنا قتلنا رامبو، ما تفرح يا عم. ورامبو يكمل طريقه في المنجم لحد ما يطلع له كام فار كده شقي قوي. تراوتمان وتسلي بيروحوا الكافيتيريا بالليل. تراوتمان قال له ممكن نديله فرصه عشان ما نموتهوش. ومن ناحيه تانيه رامبو بيطلع من المنجم وبتكون صحته كويس. بيشوف الشرطه بتتسحب من المكان فبينط على عربيه منهم وبيدخل على جندي فيهم وقال له لو عملت اي حركه انا هطلع قلبك من مكانه. وبيعرف من الجندي ان العربيه فيها اسلحه وقال له يلا فارقنا ويرميه بره العربيه وبياخدها وبيمشي. والجندي بيجري في الطريق لحد ما يشوف عربيه منهم وبيركب معاهم. في نفس الوقت تسلي وبقيه الضباط قاعدين في المركز ومرتاحين، ويجي لهم اتصال ويعرفوا ان رامبو لسه عايش. وبيجروا وراه بعربيه الشرطه وبيرمي عليهم وبيمسح بيهم الارض. وبيوصل على جسر وبيشوف الشرطه عامله كمين وسدين الطريق، ولكن مهتمش بالوضع ودخل عليهم وطاح فيهم لحد ما يوصل في نص المدينه والبنزين بيخون. وينزل من العربيه وياخد منها اسلحه كتير وبيولع فيها، وفي البنزينه بيحصل انفجار كبير جدا. كل العربيات اللي هناك بتفرقع، وتسلي بيمسك السماعه وبيكلم اهل المدينه انهم كل واحد فيهم يرجع لبيت. تراوتمان بيقول لسيلي انت عارف ان رامبو لسه عايش مش هتعرف تسيطر عليه، وخليهولي انا بقى واعرف اتصرف معاه. تسلي رفض وبيقول له انا لازم اموته بايدي. يطلع فوق سطح المركز ورامبو بيجي من ناحيه تانيه بيضرب على محولات الكهرباء وبيقفل النور على الشارع كله. بيعدي على محل اسلحه وبيجمع كل حاجه بتفجر وبيفرقع المكان كله. بعد التفجير بيجي على مركز الشرطه وبيشوف تسلي رافع راسه من فوق، يمسك السلاح وينزل بالرصاص على مركز الشرطه. تسلي بيعرف ان رامبو وصل المكان، يشوفه ويرمي
عليه رصاص ورامبو بينزله من فوق زي الشوال، وقال له يا عم اقتلني وخلصني، ولكن تورتمان دخل وقال له ما تقتلهوش، دي مش من اخلاقك. الشرطة بتيجي عشان تقتل رامبو، لكن تورتمان بيرفض ويقول لرامبو مفيش مكان تقدر تطلع منه من هنا، وقال له ان في جنود كتير بره ولو طلعت هيقتلوه. رامبو قال له هم ليه الناس كلها ضدي؟ انا خلصت حرب فيتنام وكل الناس بتتنمر عليا، وانا اللي كنت بقاتل عشانهم، واصدقائي كمان ماتوا قدامي. وفضل يعيط، وتورتمان مسكه حضنه وفضل مقهور عليه، فضل حزين وكان زعلان جدا على حاله. ويطلع هما الاتنين والاسعاف بتاخد تسلي، وكمان بياخدوا رامبو عشان يحاكموه على اللي عمله. في نهاية الفيلم بيخلص الجزء الاول، ولو عايزين الجزء التاني اعمله لكم. سلام.